السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. يسأل السائل بيقول إني أنا بستغفر لي 3 أشهر تقريبا بين 30-40 ألف مرة، وبعدين عمال أقرأ سورة البقرة لكني سقطت في ذنوب الخلوات، يعني الإباحيات. وأنت قلت يا عمي حجازي إنه ذنوب الخلوات تنسف الحسنات. والأخ يسأل يقول إنه إذا لماذا نستغفر إذا الله بده ينسف لنا الحسنات؟ ففيش حاجة نتعب حالنا في الاستغفار. وترك الاستغفار وترك سورة البقرة. ما الحل؟ ما العمل؟ اسمع أخي الكريم، إحنا أهم إشي لا نصر على أي ذنب، والله غفور رحيم. لازم لا نصر. شو يعني نصر؟ خلاص أنا مستمر وعلى راحتي، أنا مستمر بالذنب وعلى راحتي مبسوط فيه، لا أريد أن أتركه، لا أريد أن أتركه. اترك الإباحيات، لا أنا مبسوط، أنا عندي كل يوم هذا بسلي حالي فيه ومبسوط فيه. طب أنت يعني أنت هذا الذي نتكلم عنه لا يريد أن يترك، لا يريد أن يغير. طب اترك هذا الذنب، اترك الغيبة والنبي، لا 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 أنا مبسوط. شو يعني هذا كله كلام؟ طب اترك المسلسلات، أصلا لسنين متابع هذا المسلسل، لا يريد أن يترك شيء، لا يريد أن يغير. يعرف إنه هذا الأمر حرام ولا يريد أن يغير. هذا اللي نتكلم عنه ستنسف حسناته. احنا هيك كنا ما كناش نعرف قيمة للذنب، لكن لما أنا بخاف من الذنب إنه الله سيحاسبني عليه، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فإياك يا أخي الكريم أن تترك الاستغفار بسبب إنك سقطت في الإباحيات. احنا بنتكلم مع واحد مغموس في الإباحيات ولا يريد أن يخرج منها. لو اليوم غلطت ولكنك تبكي الذنب، ثم غدا غلطت بالإباحيات خلينا نقول، لكنك تبكي حق، مش تبكي تفرجيني أنا، الله بيعلم إنك تبكي حق، إنك أنت عن جد أنت قرفت هذا الإباحيات، ولكنك تبكي لله يا رب مش قادر، كل يوم بسقط، كل يوم بسقط يا الله. خليك بالاستغفار، إياك أن تترك، والله سيغير واقعك، وإن شاء الله لن ينسف الله حسناتك، لن ينسف الله حسناتك. فإياك أن تقنط من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى الله. فأنت عليك أن تتوب وترجع وتظلك مستمر بالتوبة والرجعة، وتسأل الله وتبكي وتتضرع لله، يا رب خلصني منه، يا ربي أنا بعرف إنه بينسف الحسنات لكني ضعيف، يا ربي توب علي من هذا الذنب. هذا اللي بده إياه منك ربك، بده إياك تخافه، بده إياك تراقبه، بدك إياك تعرف إنه الله اللي منعك، فأنت عمال تحاول تمتنع. مش لا أنا مبسوط، أنا بديش أترك، أنا مبسوط على هاي الإباحيات. أنتوا شو كنتوا خنقونا على سبيل المثال؟ لا، هذا معناه إنسان مصر لا يريد أن ينتهي، هذا الذي تحلق حسناته. ومهم إحنا نعرف نبدأ. أنت في هذه الدنيا وكأنها حقل الألغام، حقل الألغام بدك تدير بالك. هذه حقل الألغام، الغيبة والنميمة لغم، الإباحيات لغم، السرقة لغم، الزنا لغم، تأخير الصلاة لغم. فبدك تتجنب الألغام هذه التي بتفقع فيك وتخلص لك على كل شيء. فأنت ممكن إنك أنت تقترب، يعني حتى لو اقترفت ذنب لا تقنط من رحمة الله، يعني مش مصر ومبسوط ومكيف عليه، لا أنت بتبكي، أنت يا رب ساعدني، يا رب تب علي، يا رب ارحمني. وبتكون فرحتك كبيرة جدا إذا تاب الله عليك من هذه الإباحيات، وتفرح فرحة كبيرة، مش تبكي كنت مبسوط والله أنا عارف شو ليش تركت الإباحيات. لا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تتركوا استغفار ولا عبادة بسبب ذنب، إياكم، بالعكس. مهم كل الأمر قائم على مخافة الله وتوحيد الله، إني أخاف الله، مش أعمل شو بدي بملك الله، أعمل شو بدي، بكذب كيف بدي، وبسرق كيف بدي، وغيبة ونميمة وإباحيات، ولا أنتهي عن نواهي الله، ولا أتمر بأوامر الله، وبالآخر حامل مسبح واستغفر، يعني عمال أعبد الله على هواي. فهذا الذي لا يريده الله منك. لكن إن سقط بالإباحيات أو بالكذب أو بالغيبة والنميمة، ابكي لله يا رب تب علي، مش انك انت مستمر كمان في غيبه ونميمه، وكل يوم غيبه ونميمه وكل مجلس انا لا انتهي، مش عمال افرجي الله اني لا اريد الله مني اني عمال انتهي ولا من اي ذنب. عشان هيك لازم تحاول بكل قوتك، والله يعلم ما في القلوب. انا بعرفش اذا انت بتمثل علي، بس الله بيعرف انك انت ممثل ولا انت عن جد تبكي هذا الذنب. فالزموا الاستغفار واكثروا ولا تقنطوا من رحمه الله ابدا ابدا، الله غفور رحيم. خليك انت
من الذين شديد التوبة. شديد التوبة يعني ما إن أخطأ يتوب، بيبدأ يعمل أعمال بده يغطي على حاله، وعارف حاله إنه أذنب، وعارف حاله إنه أساء الأدب إلى الله، وعارف إذا أمسكه الله في هذا الذنب سيحاسبه حسابا عسيرا. وهذا هو مخافة الله، رأس الحكمة مخافة الله، ولا يستمر. فعشان لا تستمر في هذه الذنوب غير البيئة، روح على المساجد، اترك الموبايل، تنقل، لا تنوجد في هذه البيئة. مثلا موجود الآن فيش حدا، دائما موجود فيها السياحة، بفتح على التيك توك، بفتح على الأفلام الساقطة. طيب غير البيئة اللي أنت فيها، روح اجلس أري الله إنك رحت على المسجد عشان ما تقع. مش تضلك مستمر كل يوم الساعة 3 أنا بفتح على هاي الأفلام الساقطة. غير، بدل، خلي الله يراك. والاستغفار سيهدم هذه اللذة. الاستغفار سيهدم هذه اللذة، والاستغفار سيهدم هذا الوقت الذي أنت تمضي على الإباحيات. الاستغفار بإذن الله سيهدم كل شيء، ويأخذك الله إلى شيء طيب يغير فيه أولوياتك شوي شوي. وأكثر بالاستغفار وتوب إلى الله، وإن شاء الله سيكون أمركم على خير. لا تقنطوا من رحمة الله. التائب الذي يستغفر ويعرف حاله أخطأ ويتوب إلى الله لن ينسف الله حسناته، وسيأخذه إلى الخير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.